السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تغطية رائعة تهبل مميزة جدا من قلب المسجد الحرام. هذا التغطية إن شاء الله راح نكتشف ونشوف العمل الجبار اللي تسويه حكومتنا لخدمة كل معتمر وكل حاج يقصد بيت الله الحرام. قبل ما نبدأ جولتنا حبيت أوريكم خريطة واضحة للحرم. هذا هو الحرم بشكل عام، وأنا كنت هنا واقف لما عملت الافتتاحية. اللي ينظم وينسق ما بين كل العاملين داخل الحرم غرفة العمليات، هذه هي اللي تنسق بين العاملين جوا. في نقص مثلا مكان متسع، في زحمة في مكان معين، ينقلون الناس إلى مكان آخر بالتنسيق. كثير أشياء داخل الحرم، تعطير منطقة معينة مثلا. باختصار كل الخدمات سواء كانت دينية، فنية، تقنية، حتى بالنظافة تدار كلها من غرفة العمليات هنا. الله يعطيهم العافية. نوقف عند أكبر وأجدد بوابة بالحرم، بوابة الملك عبد الله رحمة الله عليه. أكثر الأشياء اللي تشد النظر وانت داخل إلى توسعة الملك عبد الله هي البوابات. هذه البوابات يا جماعة ما لها مثيل، ما شاء الله. 3 مداخل، كل مدخل فيه باب مكون من ضرفتين، طوله 15 متر ما شاء الله، 15 متر الارتفاع، ومجموع البوابات الثلاثة 70 طن وزنها ما شاء الله. 70 طن. كيف صنعوها؟ زينوها، علقوها، ركبوها، وغير كذا تشتغل اوتوماتيك، تنفتح وتسكر بشكل اوتوماتيك. غير ما شاء الله التوسعة من الداخل، شوفوا النجف، شوفوا الاتقان، بسم الله ما شاء الله، رائع رائع وفخامة وفيه هيبة. هذه فتحات التكييف ما شاء الله. التكييف ما هو جوا الحرم، التكييف في مدينة خارج الحرم، ويجيبون الهواء البارد ويبث من هنا. أمانة أنا كنت واحد من الناس اللي كنت أفضل مباشرة أروح للحرم من أبواب أخرى، لكن بعد ما شفت التوسع وكيف إنها رهيبة ما أتوقع نفسي أجي الحرم مرة ثانية وما أمر على توسعة الملك عبد الله الله يرحمه. جمال، راحة نفسية، فخامة، والله رهيبة. بسم الله، هذا طريقنا، نحاول إنه نقرب من الكعبة المشرفة. ما شاء الله زحمة. خمس مرات باليوم يطيبونه، الله يجزاهم خير. لو تلاحظون هذول عمال النظافة، وهذه أدواتهم هنا وهنا، موجودين حول الكعبة لسبب. السبب أنه بعد الصلاة مباشرة راح يقومون ويغسلون مطاف الكعبة مباشرة بعد الصلاة على طول. هذه ميكروفونات الإمام، بعد ما خلصوا صلاة ياخذونها، وزي ما قلت لكم يبدأ التنظيف الناحية الثانية. وهذا الإمام الله يعطيه العافية. بسم الله. وهذه المكبرية اللي هو المكان اللي يقام ويؤذن للصلاة فيه. هذه ميكروفونات المؤذن، يوقف هنا ويؤذن، ولاحظوا كيف يعرف انه في صلاة الميت من هذه الشاشة بهذا الشكل، الصلاة على الأموات. خلاص يعرف المؤذن انه الصلاة على الأموات. وفي شغلة بقول لكم عليه، المؤذن الأول لو تعطل عن الأذان بأي شكل من الأشكال، فيه المؤذن الاحتياطي واحتياطي الاحتياطي 3. طبعا الموضوع هذا ما في لعب، هذا المسجد الحرام، إذا الأول ما قدر الثاني، إذا ما قدر الثاني الثالث، ودائما جاهزين. ما شاء الله من الأشياء الرائعة الموجودة هنا عربة المصاحف. هذه توزع المصاحف على الناس، تمر وتوزع وتشيل 200 مصحف. المصاحف الموجودة فوق والمصاحف الموجودة بقلبها، رائعة. واحدة من الأرقام العجيبة عدد المصاحف الموجودة بالحرم 1,200,000 مصحف. ما شاء الله رقم ضخم، يعني لو طلعنا المصاحف الموجودة جوا الحرم 1,200,000. طبعا هذا كمان ما يغطي عدد الناس اللي جايين يزورونه، انه ما شاء الله عدد زوار الحرم يوميا يوصل الى اكثر من 2 مليون. تخيلوا 2 مليون زائر يوميا يزور الحرم خلال اليوم. هذه زاوية اخرى للمصاحف. على فكرة هذه المصاحف مترجمة لكل الوافدين، يقدرون يقرونها 73 لغة. ايضا ما شاء الله من ضمنها هذه لغة المكفوفين، اسمها برايل للمكفوفين عشان يقرون قرآن، الله يجزاهم خير. واحدة من الاماكن الرائعة هي مكتبة الحرم المكي، هنا موجودة بوسط الحرم. ما شاء الله المكتبة فيها 37 لغة من كل مكان، أغلب الجنسيات موجودة. هي بالأساس تخدم زائري المسجد الحرام في مجالات كثيرة ما شاء الله، اللغة العربية، الكتب الدينية، في أيضا الجغرافيا، التاريخ، كله متاح، يخدم الموجودين مجانا. يوم الجمعة يوم مميز في هذا المكان، لأنه هذا المكان ينقلب خلية نحل.
هنا تترجم خطبة الجمعة لأكثر من 5 لغات. لاحظوا الأماكن اللي ترجمون فيها. هنا مثلا التركية، وهنا يقعد المترجم ومعاه الميكروفون على الهواء ماشي مع الإمام. ننتقل لغات أخرى، إندونيسية، اللغة الإنجليزية. لاحظ ما شاء الله الشيخ يجهز للخطبة. أشهد أن لا هذا الشكل يبخرون المسجد الحرام ما شاء الله عليهم. كل من حب انه يتبخر يمد يده وياخذ من هالعود الزين. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله من افخم انواع البخور. ويسكرها ويتوكل على الله يبخر الناس. الحمد لله خلصنا جولتنا للمسجد الحرام وشفنا بعض النواحي، سواء كانت جمالية سواء كانت من الناحية التنظيمية الله يعطيهم العافية. وش اللي تسويه رئاسة شؤون الحرمين حتى يكون الحرم دائما نظيف ومرتب وريحته جميلة ويرحبون بالجميع. الله يعطيهم العافية. ونكرر هذا واجب ما هو من، بالعكس خدمة المعتمرين والحجاج واجب.